أعزائي الأصدقاء والزملاء، مساء الخير، أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة على حاجة متعلقة بالفيديو اللي اتكلمنا عليه قبل كده، موضوع الانترفيو. طب أنا رحت الانترفيو والأسئلة المتوقعة، بس الآخر أنا اترفضت ليه؟ عايز أعرف اترفضت ليه؟ في 9 أسباب أو 9 أسباب حللوهم كده، قالك ممكن يكون ده السبب في الرفض. إيه هما ال9 حاجات دول؟ أول حاجة قالك أنت مش مناسب للوظيفة. يا ريت تكتب ورايا الحاجات دي عشان دي هتفيدك جدا. انت مش مناسب للوظيفه. ليه انا مش مناسب للوظيفه؟ او ليه؟ عشان ايه؟ لازم تقرا كويس وتعرف متطلبات الوظيفه دي هي مناسبه ليك ولقدراتك ولا لا. يعني لو انت مثلا مدير في مطعم، هم طالبين كواليتي كنترول مانجر، ممكن تكون مش مناسبه ليك. طالبين مدير جوده، مش مناسبه ليك. لازم تشوف قدراتك، هل تقدر تعمل الموضوع ده ولا لا. انت مثلا مساعد مدير مطعم، هم مقدمين على وظيفه مدير تدريب، طالبين مدير تدريب. ما ينفعش ان انا اقول لا، ما انا هنفع وخلاص ما فيش مشكله والموضوع هيمشي. لا، لازم تكون مناسبه لقدراتك وتكون امين مع نفسك. ياما سيفيهات بتتكتب بصراحه، يعني انا شفت في حياتي كتير جدا سيفي مكتوب كويس قوي قوي قوي، لكن الشخص مش هو الورق المكتوب. يعني الشخص مش هو الورق المكتوب، الورق المكتوب فيه مبالغه او مش مظبوط او كذا. طيب انت بقى كشخص هتقيم. دي اول حاجة، انك تكون مش مناسب للوظيفة. تاني حاجة، مش محضر نفسك كويس. يعني ايه؟ لازم تتدرب على الاسئلة اللي احنا قلنا عليها قبل كده، ال 15 سؤال دول، وتكون متوقعهم. مفيش مانع ابدا انك تعمل بروفة كده مع اخواتك او صحابك. إيه، لو اتسألت سؤال ده اجاوب ازاي وارد ازاي، المنر بتاع صوتي بيبقى طالع عامل ازاي. هل صوتي يبقى عالي، يبقى واطي، يبقى ضعيف. خلي بالك ده مهم جدا. صوتك هو ضعيف في الانترفيو بيدي احساس بالعزلة والانكماش، وانك انت شخص مش واثق في نفسه قوي، وده مش مطلوب خالص. تمام؟ يبقى انت تعمل بروفة مع نفسك مع اصحابك على الموضوع اللي انت رايح الانترفيو. يعني تالت حاجة، لبسك مش مناسب. يعني انا فعلا والله انا واجهت الحاجات دي حقيقي. يعني ممكن تلاقي حد جاي يقدم وظيفه مدير لابس تيشيرت، مع احترامي يعني، طب ولا فورمال ولا اي حاجه، بالذات انت وظيفه قياديه او مثلا مندوب مبيعات او حتى مدير مبيعات او مدير تسويق. لازم تكون لابس فورمال، بدله كامله وكرافات، بدله لونها هادي. يفضل ما يبقاش لونها اسود، لان البدل السوداء دايما بتدي حق ان دي بتاعه الفرح. فيعني ما عندكش غيرها، لا. يفضل تكون حاجه لونها هادي. يفضل ما يبقاش فيها حاجات لميع، مش عارف ايه، يكون حتى زي بتاعه الافراح كده هنا كده، مقسمه، مش عارف ايه كلام من ده. لا، لازم تكون مناسبه للحدث اللي انت رايحه. تمام. لو انت مش قادر تلبس بدله او الجو حر او كده، ممكن تلبس حاجه سيمي فورمال، يعني قميص شيك كده على بنطلون قماش وكرافات. اوكي. ولابس شوز، اعزكم الله يعني مش لابس كوتشي. تمام. يبقى انا كده ايه، حاجه سيمي فورمال تبين ان انا مهتم بالانترفيو وحاطط لها ايه اعتبار. طيب، لو وصلت الانترفيو متاخر، ده رابع حاجه مش كويسه خالص، بتدي انطباع عنك ان الراجل ده لا هو مش مهتم، الموضوع مش في دماغه. الحل ايه؟ انك تصحى في اليوم ده بدري، تصحى كويس جدا، تنام اول كويس، تنام كويس عشان تبقى مركز في اجاباتك، وتصحى بدري وتعمل حساب المسافه والمواصلات. ويفضل انك تروح قبل ميعادك بربع ساعه، تصفي ذهنك وتبقى رايح قبل الانترفيو حتى بتاعك اللي يعمل لك المقابله. يبقى انت رايح بدري، ده افضل انك تروح بدري عن انك تروح متاخر. تمام. خامس حاجه، انك تكون معرفتش تجاوب على اسئله كويس. طب ده بيجي منين؟ بيجي من انك انت متوتر ومش قادر تجاوب على السؤال بالاجابه اللي هم متوقعينها منك. ليه؟ لانك ما اتدربتش زي ما قلنا قبل كده على موضوع انك تجاوب على الاسئله. يفضل بقى انك انت وانت رايح تعمل انترفيو تبقى متوقع، تبقى عارف معلومه صغيره حتى عن اللي عامل لك الانترفيو. لو قدرت تسال مين اللي عامل المقابله، هل الاتش ار مانجر، الاوبريشن مانجر، الاونر. تفرق على فكره، تفرق. الاونر يفرق عن الاتش ار، يفرق عن الاوبريشن. ليه؟ الاونر هو بيدور على حاجه معينه، الاتش ار بيدور على حاجه معينه تانية. هيبتك من الاتش ار غير هيبتك من الاونر، غير هيبتك من مدير التشغيل. فدي لو قدرت تعرف المعلومه دي يبقى كويس قوي. انك انت مين هيعمل انترفيو، هيسالنا اسئله بقى ايه. فاكرين لما قلنا في فيديوهات قبل كده، في اسئله شخصيه، في اسئله مهنيه. هتبقى متوقع بيتكلم انجليزي، بيتكلم عربي، هكذا. يبقى انت لازم تكون محضر وسابق بخطوه. اوكي. سادس حاجه، اسلوبك وتعاملك في الانترفيو. سوري، يعني في ناس بتبقى ايه، شايفه نفسها شويه، او سوري يعني بالبلد كده، في حته تناكه صغيره كده بتحسها على طول اول ما يدخل.
انا بحسها، انا عملت انترفيوهات كتير جدا، ناس تحس ان هو داخل راجل مش متحمس، شايف نفسه اكبر من الوظيفه دي، شايف نفسه جاي من فنادق بقى وكذا، وبشتغل في مطاعم، ودي شركه صغيره اقل من الشركه اللي كنت شغال فيها. لا، لو انت شايف ان الشركه مش مناسبه ليك، احسن نصيحه ما تروحش الانترفيو من الاول، لان دي هتبقى حاجه مش كويسه، وهتدنك طول فتره عملك حاسس انك انت شغال في مكان اكبر من قدراتك، ودي حاجه تدعو طبعا لايه؟ للحزن، مش هتبقى كويسه. اوكي، لازم وانت داخل مساء الخير او صباح الخير مع ابتسامه خفيفه كده، وتسلم على الانترفيو، لو هو مد ايده سلم عليه، مساء الخير يا فندم، صباح النور، صباح الخير، وابتسامه لطيفه كده، وتبقى هادي، صوتك مسموع، صوتك فيه ثقه، صوتك فيه جديه. سابع حاجه، انك تغلط في شركتك القديمه او مديرك القديم وتتكلم عنهم بسلبيه، ده كانوا ما بيعملوا، ده كانوا ما بيقبضوش الناس، ده كانوا مش عارف ايه، ما كانوش بيقدروا مجهود الناس. حاجه مش لطيفه، حتى لو ده حقيقي وحاصل، الناس دول مش هيحترموك قوي، يقول لك ده ممكن هيتكلم عننا بعد كده كده، ده الراجل ده ما عندوش لويالتي، انتماء يعني. فده حاجه مش لطيفه، ممكن انت متخيل انها بتضيف ليك، لا، دي هتسحب من رصيدك عندهم. تامن حاجة، انك ما سوقتش نفسك كويس. يعني ايه ما سوقتش نفسك كويس؟ اتكلم عن مهاراتك، اتكلم عن خبراتك، اتكلم عن انجازاتك في مجال عملك، حتى لو كان تحديات على المستوى الشخصي. قد يكون واحد قاعد يدخن لفترة طويلة قوي وقال انا ابطل تدخين، وبطل خلال اسبوعين شهر، ما رجعش بقى له 5 سنين للتدخين. حتى لو حاجة صغيرة هي شخصية، بس بتبين انك انت قد التحدي، انك تخط تحدي ونجحت فيه وعديت منه، ده حاجة ظريفة. تاسع حاجة، قال لك عاوز تسأل على حاجة وانت قلت لا. فاكر لما قلنا الفيديو اللي قبل كده بتاع الانترفيو ان 15 سؤال؟ دي فرصة ذهبية ليك. لما تقول لا معناها ايه؟ انك انت الموضوع مش في بالك، مش مهتم، مش متمسك بالوظيفة، مش متمسك بالموضوع قوي، او انت ايه، حتى يعني ما عندكش التخطيط او الويلنج او النية انك تسأل او تستمر معنا في الشركة دي. بالعكس، زي ما قلنا قبل كده، دي فرصة انك انت تسأل عن تاريخ الشركة، مستقبلها. طب انتوا يا فندم لو انت تفتح كام فرع ان شاء الله، تشوف مستقبلك انت كمان فين. لو شركة بتفتح فروع جديدة، مع انك انت عندك فرصة كويسة انك انت تبقى منضم للشركة دي فلوتنج، يعني كل ما الشركة بتطلع لفوق انت بتطلع معاها. دول التسع اسئلة، 9 اسباب اللي تخليك انك انت تترفض في الانترفيو. بيقولوا انه مفيش غيرهم، يعني دي الاسباب الرئيسية انك ممكن تترفض فيها في الانترفيو. بالتوفيق يا رب كلكم ما تترفضوش وتكونوا مبسوطين وتكونوا الدنيا تمام معاكم. متنساش لايك وشير وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا منه. وبالتوفيق يا رب، وما تنسوش التواصل معايا. شكرا لكم، مع السلامة.